تخيل معايا كده إن الكمبيوتر كان أعمى. والله زي ما بقولك كده كان عاجز تماماً، ما يعرفش يفرق بين صورة قطة وصورة عربية. بس النهاردة الذكاء الاصطناعي مش بس بيشوف، ده بيشوف أحسن مننا في حاجات كتير جداً. الحكاية دي كلها ليها نقطة بداية واضحة قوي، مسابقة واحدة كانت هي الشرارة اللي غيرت كل حاجة. في الشرح ده هنغوص سوا في تفاصيل الورقة البحثية اللي وثقت اللحظة التاريخية دي. بس السؤال هو إزاي بالظبط؟ يعني إزاي قدرنا نمسك الكمبيوتر ده ونعلمه يشوف صورة ويفهم إن دي قطة أو دي عربية أو حتى مجرد فنجان قهوة؟ ده كان التحدي الضخم اللي العلماء فضلوا سنين بيحاولوا يلاقوا له حل. طيب دي خريطة الطريق بتاعتنا في القصة دي. الأول خالص هنفهم إيه هي مشكلة الرؤية دي أصلاً وليه كانت صعبة قوي على الكمبيوتر. بعدين هنشوف إزاي قدروا يبنوا أضخم قاعدة بيانات صور في وقتها. بعدها هندخل بقى في قلب الحدث، في الأولمبياد بتاعة الذكاء الاصطناعي، ونشوف اللحظة اللي حصل فيها الانفجار الكبير سنة 2012. وفي الآخر خالص هنشوف إزاي إرث المسابقة دي لسه مأثر فينا وفي كل التكنولوجيا اللي بنستخدمها لحد النهاردة. أوكي، يلا بينا نبدأ. لفترة طويلة جدا الناس كانت فاكرة إن المشكلة في قوة أجهزة الكمبيوتر نفسها، إنها مش سريعة كفاية. لكن الحقيقة كانت أبسط وفي نفس الوقت أصعب بكتير. المشكلة الحقيقية كانت في إنه ما كانش عندنا بيانات كفاية، ما كانش فيه صور كفاية نعلم بيها الكمبيوتر. يعني زي ما يكون عندك طالب ذكي جدا بس ما عندكش كتب تعلمه منها. بص، قبل إيمجنت كان في مسابقة تانية مشهورة اسمها باسكال VOC. دي كانت المعيار وقتها. بس شوف معايا الفرق في الأرقام دي. الموضوع مش مجرد خطوة لقدام، دي كانت قفزة عملاقة. احنا بنتكلم إن عدد الصور زاد حوالي 70 ضعف، من 20,000 صورة ل1,400,000 صورة. والموضوع مش بس عدد صور، لا، ده بدل ما الكمبيوتر كان بيتعلم يميز 20 حاجة بس، بقى مطلوب منه يتعلم 1000 حاجة مختلفة. ده كان طوفان من البيانات محدش شافه قبل كده. والأهم من الكمية كان الكيف. يعني الموضوع ما بقاش إن الكمبيوتر يقول دي قطة وخلاص، لا، ده بقى مطلوب منه يقول دي قطة نوعها إيه بالظبط، هل هي قطة شيرازي ولا سيامي. ده اللي بنسميه في المجال بتاعنا Fine Grain Classification، وده مصطلح مهم جدا. المستوى ده من الدقة وتفاصيل كان هو التحدي الحقيقي اللي محتاج طريقة تفكير وبناء موديلز جديدة تماما. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، إزاي أصلاً قدروا يجمعوا ويصنفوا أكتر من مليون صورة؟ دي مهمة تبان مستحيلة. يعني مين اللي هيقعد يمسك مليون صورة ويكتب دي صورة إيه؟ الموضوع كان محتاج عبقرية مش بس في البرمجة، لأ، ده في تنظيم الناس والشغل نفسه. هو ده الرقم، 1,461,406 صورة. ده الرقم الرسمي اللي المسابقة بدأت بيه. عشان بس نتخيل ضخامة الرقم ده، لو قررت تبص على كل صورة لمدة ثانية واحدة بس، هتحتاج حوالي 17 يوم ورا بعض من غير ما تنام ولا تاكل ولا تشرب. ده حجم الشغل اللي كانوا بيواجهوه. العملية اتقسمت ل3 خطوات في منتهى الذكاء. أول حاجة، حددوا الفئات نفسها، يعني إيه الحاجات اللي عايزين الكمبيوتر يتعلمها، واستخدموا قاعدة بيانات لغوية ضخمة اسمها WordNet، وكل مجموعة مترادفات أو فئة سموها SynSet. تاني خطوة، بدأوا يجمعوا الصور من كل محركات البحث اللي تتخيلها، وكمان بلغات مختلفة عشان يضمنوا إن الصور تكون متنوعة. الخطوة الثالثة بقى، ودي العبقرية، استخدموا منصة اسمها Amazon Mechanical Turk، ودي خلت آلاف الناس العاديين من كل حتة في العالم يشتغلوا معاهم ويساعدوا في التحقق من كل صورة وتصنيفها. العملية دي اسمها crowdsourcing، وده مصطلح لازم نكون عارفينه كويس. وهنا بقى بتظهر العبقرية الحقيقية. الصور ساعات بتبقى زحمة ومليانة تفاصيل، فبدل ما يسألوا الناس مليون مرة هل في قطة في الصورة وهل في كلب في الصورة، عملوا نظام هرمي ذكي جدا. كانوا بيبدأوا بسؤال عام وبسيط قوي: هل في حيوان في الصورة دي؟ ولو الشخص جاوب ساعتها بس يبدأوا يسألوا أسئلة أدق عن نوع الحيوان. الطريقة دي لوحدها وفرت عليهم ملايين الخطوات والأسئلة اللي ملهاش لازمة، وخلت المهمة المستحيلة دي ممكن. ومع وجود الداتا الضخمة والرهيبة دي، اتولدت أخيراً مسابقة ILSVRC. ممكن نعتبرها الأولمبيادة الرسمية للذكاء الاصطناعي. بقت هي الساحة العالمية اللي بتجمع فيها أحسن العقول والباحثين في العالم عشان يختبروا الخوارزميات بتاعتهم ويشوفوا مين فيهم هيقدر يخلي الكمبيوتر يشوف أحسن. المسابقة دي كان فيها 3 تحديات أو 3 مسابقات رئيسية، كل واحدة فيهم أصعب من اللي قبلها. يلا بينا نشوفهم واحدة واحدة. أول تحدي، وده يعتبر الأسهل نسبياً، هو ال Image Classification. ببساطة شديدة الكمبيوتر بياخد الصورة والمطلوب منه يقول هو شايف إيه في الصورة دي. هل مثلاً في ستيل درام؟ والمسابقة كانت بتديله 5 فرص أو 5 تخمينات عشان يزودوا فرصته في إنه يطلع صح. التحدي التاني هو ال Object Localization. هنا بقى الموضوع بيصعب شوية.
مش كفاية إنك تقول إن في ستيل درام في الصورة، لأ، لازم كمان تقول هو مكانه فين بالظبط. بتعمل ده عن طريق إنك بترسم مربع حواليه. المربع ده ليه اسم مهم جدا في المجال بتاعنا، bounding box. وده بقى يعتبر الوحش بتاعهم، أصعب تحدي فيهم كلهم، الأوبجكت ديتكشن. هنا المطلوب من الخوارزمية مش إنها تلاقي حاجة واحدة بس، لأ، دي لازم تلاقي كل الأجسام المهمة اللي في الصورة وترسم باوندينج بوكس حوالين كل واحد فيهم. تخيل بقى لو الصورة زحمة ومليانة ناس وعربيات، المهمة دي بتبقى معقدة بشكل لا يصدق. ودلوقتي نوصل للحظة اللي قلبت الموازين، اللحظة اللي غيرت تاريخ الذكاء الاصطناعي كله. سنة 2012، السنة اللي كل حاجة اتغيرت فيها، لما ظهر فريق بفكرة جديدة تماماً. ما كانتش مجرد تحسين بسيط للي فات، دي كانت ثورة حقيقية. في 2010 و2011 التقدم كان ماشي ببطء شديد. نسبة الخطأ كانت بتقل بالقطارة، يعني من 28% ل 26% تقريباً. كل الفرق كانت بتستخدم نفس الأساليب القديمة مع شوية تعديلات بسيطة. كان واضح إن المجال وصل لمرحلة محتاج فيها صدمة كهربية عشان يفوق، والصدمة دي جت في 2012. بصوا معايا على الرسم البياني ده، شوفوا الفرق. القفزة دي مش طبيعية. نسبة الخطأ انهارت فجأة من حوالي 26% لأقل من 17%. دي مش مجرد خطوة، دي كانت قفزة حطمت كل الأرقام القياسية والتوقعات وفتحت الباب لعصر جديد تماماً. طب إيه السر؟ السر كان في سلاح جديد استخدمه الفريق اللي كسب، واللي كان اسمه Supervision. التقنية دي اسمها Convolutional Neural Network، أو اختصاراً CNN، وده أهم مصطلح هيقابلنا في القصة كلها. فكر فيها كده كأنها طريقة بتخلي الكمبيوتر يبص للصورة على كذا طبقة فوق بعض. الأول يشوف الخطوط والحواف البسيطة، بعدين يجمعها عشان يشوف أشكال أعقد زي عين أو عجل عربية، وفي الآخر يجمع الأشكال دي كلها عشان يعرف إن دي صورة قطة أو عربية. المصطلح ده هو شهادة ميلاد الذكاء الاصطناعي الحديث اللي احنا عايشين. طيب، ليه كل ده مهم لحد النهاردة؟ يعني ليه مسابقة حصلت من أكتر من 10 سنين لسه بنتكلم عنها؟ لأن تأثيرها كان أبعد بكتير من مجرد نتيجة في مسابقة وخلصت. قصة إيميج نت دي علمتنا دروس أساسية ومهمة جدا. أول حاجة إن البيانات هي الملك، Data is King. من غير بيانات ضخمة ونظيفة، أحسن الخوارزميات في العالم ملهاش أي لازمة. تاني حاجة إن المنافسة الشريفة بتولد ابتكار حقيقي وسريع. لكن أهم درس فيهم كلهم إن لحظة 2012 دي كانت هي الشرارة اللي ولعت ثورة الديب ليرنينج. كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي بنستخدمها في حياتنا النهاردة، من العربيات اللي بتسوق لوحدها لحد الأجهزة اللي بتشخص الأمراض من الأشعة، كلها مبنية على الأساس اللي اتحط في المسابقة دي. حتى المؤلفين نفسهم اللي عملوا الورقة البحثية دي لخصوا عظمة اللي عملوه في جملة بسيطة. قالوا إن قاعدة البيانات والمسابقة دي فتحوا الباب لتقدم هائل في الخوارزميات. يعني باختصار، هم دي بنوا الملعب واللاعبين جم بعد كده عشان يبدعوا فيه. وده بيوصلنا لسؤال مهم جدا للمستقبل. يا ترى إيه هيكون إيميج نت بتاع الجيل الجاي من الذكاء الاصطناعي؟ إيه هو التحدي الكبير اللي جاي اللي لما نحله هيفتح الباب لثورة جديدة زي اللي حصلت في 2012؟ سؤال يستاهل نفكر فيه.